السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في قناتكم تامر أبو المعاطي ممنوع من العرض. فيلم بتاع النهارده عن كده يعني شبيه أوي 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 أو بيدل على على الآية القرآنية إن كيدهن عظيم. بتحكي القصة عن بطولة لصفية العمري. طبعا أكيد الفيلم اتعلم بسبب الموضوع ده، لأنه كانوا عايزين ناس معينة تطلع للعالمية وتطلع للشهرة. طبعا صفية العمري ما كانتش موجودة في الحسبان خالص، فيمكن هو ده سبب إن الفيلم ده اتحجب أو اتمنع، لأن ما فيهوش أي لقطات جنسية أو لقطات يعني في أي حاجة خارجة إلا القطعة دي. أكيد يعني حتة إنه لصفية العمري. صفية العمري أرملة عندها فلوس كتير جدا. اتعرفت على فوق الفيشاوي، ان هو كان يعني غلط مع الخياطه بتاعتها، وجم يستعطفوها وادت لهم اوضه في الفيلا بتاعتهم وجوزتهم وكده. لكن للاسف الشديد فوق الفيشاوي حاول يلعب عليها بلعبه قذره شويه وتهجم عليها. وبعد كده يعني حصل ان معالي زايد اللي هي مراته شافتهم، فهيدعي انهم قتلوها ودفنوها. هو في الحقيقه ان هي لا قتلها ولا حاجه، ده هي فيلم وعملوه على صفيه العمري عشان يبتزوها في الفلوس. بالفعل وبالفعل هيبتزوها في فلوس كتير جدا جدا. لكن هنا بقى هتيجي كيد النساء. كيد النساء في ايه؟ بانها بدل ما تصوحوا وتقولوا انت عملت لي كده ليه، لا ده هتعمل عليه قصه وتخترع عليه فيلم جميل جدا جدا بالاستعانه بالداده بتاعتها او الخدامه اللي عندها، بانها توجه فوق الفيشاوي ان يشك في معالي زايد نفسها، وكمان يرجع الفلوس كلها ويتخانقوا مع بعض ويقتلها ويخش هو السجن وهي تكون فازت. طبعا كيد النساء وما ادراك ما كيد النساء. حافظت على فلوسها ورجعتها تاني بدون اي غضاضة وبدون اي حاجة خالص، لكن بالذكاء والمقدرة والدهاء. إن يدل هذا الفيلم على إمكانيات صفية العمري كممثلة. ولكن كانت من الذين مغضوب عليهم في تلك الفترة، فحجبوا الفيلم وقطعوا الإرسال عنها خالص وقطعوا كل حاجة عنها، واتشال الفيلم في الإعلام زي ما احنا عارفين. بس إنه فيلم فعلا بدرجة امتياز، هيعجبه جدا جدا جدا. يا ريت تفتحوا وكله يشوفوه، والله فعلا فيلم جميل جدا. شكرا.